صحابي يمشي بتكبر، لكن على مين؟ والله انه كل ما اتخيل هذا المشهد انه يقشعر بدني وافتخر اني ولدت مسلم. الله اكبر. وصلى الحبيب عليه الصلاة والسلام قبل معركة أحد لما التقى الجيشين، جيش المسلمين وجيش المشركين، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف؟ هنا اجتمع الصحابة على النبي كلهم يبغى هذا الفضل، سيف النبي عليه الصلاة والسلام. فنادى بهم المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: من يأخذ هذا السيف لكن بحقه؟ هنا أحجم القوم. سيف النبي يعني أكيد حقه راح يكون عظيم. فخرج من بينهم رجل يمشي مثل الأسد، إنه أبو دجانة رضي الله عنه وارضاه. قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، ولكن ما حقه؟ روحي لك الفداء. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أن تضرب به رقاب الأعداء حتى ينثني. الله أكبر. فقال: أنا له يا رسول الله. فهنا قبل المعركة أبو دجانة كان عنده عصبة حمراء، فأخرج هذه العصبة ولبس هذه العصبة، وكانوا يسمون قومه عصبة الموت. يعني أبو دجانة إذا لبس هذه العصبة يعني ما فيها قتال حتى الموت، رضي الله عنه وارضاه. فأخذ ذلك الأسد يمشي بسيف رسول الله عليه الصلاة والسلام مشية فيها تبختر وتكبر أمام جيوش الأعداء، وينشد قائلا: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح النخيل، أن لا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. الله أكبر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ينظر روحي له الفداء إلى أبا دجانة، والصحابة يسمعونه وهو يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذه المشية يبغضها الله إلا في هذا الموت، الموت العزة. أمام المشركين لازم تظهر عزة الإسلام والمسلمين. لما بدأت المعركة انطلق أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء على جيوش الأعداء بلا تردد. يعني وين معي سيف النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يبلي فيهم بلاء الأسود، يقتل فيهم ميمنة وميسرة رضي الله عنه وارضاه. حتى الزبير بن العوام يصف لنا المشهد هنا، يقول: أردت أن أرى ماذا سيفعل بسيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول: ما رأيت أحد يواجه أبا دجانة إلا قتله وضربه بسيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. لكن المشهد الغريب والعجيب هنا كان في فارس ملثم من جيوش الأعداء يقاتل المسلمين بحماسة ويشد من أزرهم، فخرج له أبا دجانة رضي الله عنه وارضاه مثل الأسد، وانطلق على هذا الفارس الملثم وأخذ يقاتله حتى تمكن منه، ثم رفع سيف رسول الله على هذا المقاتل فإذا به يولول، فعلم أنه امرأة، فرفع سيف النبي عنه إكراما لسيف النبي أن يقتل به امرأة. الله أكبر. هذا أبو دجانة صاحب السريرة الجميلة والأخلاق الطيبة. ويوم من الأيام يقول أحد الصحابة: دخل علينا أبو دجانة وكان مريض ولكن وجهه يتهلهل، فسأله: ما بال وجهك يتهلهل؟ فقال له أبو دجانة: إني ما أنام إلا وقلبي سليم على المسلمين، ولا أتدخل فيما لا يعنيني. الله أكبر. كان شجاع وجميل الخلق والخلقة رضي الله عنه وارضاه، وجمعنا الله به وإياكم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب. وأخيرا نحبكم في الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.